بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا جماعة، جلسة موفقة على الجميع إن شاء الله. النهاردة جلسة الأربع 30/10. أولا أنا آسف على التأخير، بس كان عندي ناس يعني الحقيقة امبارح من الساعة 1 تقريبا وأنا بره المكتب. طيب، عشان ما نضيعش وقت حضراتكم، النهاردة آه، يوم الأربع، والمفروض إن إحنا عندنا انعكاس يوم الجمعة، واتفقنا لما بيجي الانعكاس الزمني يوم الجمعة بيبقى حاجة من اتنين: يا إما يوم الخميس يا إما يوم الأحد. الفرصة الأخيرة للمؤشر. خلينا الأول نتفق إن في إشارتين متضاربتين: إشارة بيع على الأجل القصير، وتقابلها إشارة شراء على الأجل المتوسط. مش بتحصل كتير، آه، ولكن لما بتحصل بندي على طول استراتيجي شراء الانخفاضات. ليه؟ لأن تأثير الأقوى لمتوسط الأجل بيظهر أسرع من قصير الأجل. إحنا عندنا كده يبقى عندي إشارة شراء على الويكلي مؤكدة، إشارة بيع غير مؤكدة على الديلي. زي ما بقول لحضراتكم، لما بتحصل بيبقى التأثير الأقوى اللي هي الفريم الأكبر، اللي هو المستثمر متوسط الأجل، لأن هو دايما بيبقى الأقوى. على أي الأحوال، إحنا النهاردة عندنا دعم عند مستويات 30 450 460، اللي هي يعني أنا مجازا بقول عليها 30,500. أنا متخيل إن إحنا ممكن نرتد من عندها، أو على الأقل نمشي عرضي كويس بميل للصعود. عندنا هتقابلنا أول مقاومة عند مستويات 30,924، اللي دايما بنيجي عندها ونخبط فيها ونرجع تاني. بقالنا دلوقتي 4 جلسات، يعني دي الجلسة الرابعة بإذن الله، اللي احنا نحاول إن احنا نكسرها. طب كسرتها، يبقى أبص للمستوى الأصعب، كلاسيك مش زمني. المستوى الأصعب اللي هو 31,041. أعتقد إن احنا بقينا كلنا حافظين. انا متخيل ان سير الجلسة هيبتدي هادي، مفيش رمي، لان حتى مع الرمي امبارح ظهر مشتري في اسهم كتيرة، لعل ابرزها ممكن يكون اوراسكوم للفنادق. كويس، هنتكلم على الاسهم يعني، بس هو ده اللي كان لافت نظري: وجود مشتري عند مستويات 12 جنيه و90 قرش، اللي هي تمثل الدعم. ظاهر، وكان ظاهر بقوة إلى حد كبير، ولكن بيشتري، ما بيطلعش بالسهم، ولكن هو كان واقف بيشتري اي حاجه كانت بتتعرض على مستويات ال 12 جنيه و90 قرش. طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا على الاشارات، واتكلمنا على مستويات الدعم المحتمله، مستويات المقاومه المحتمله. الدعم اللي يليه، وان كان يعني دي انا ما زلت مستبعده، هو مستويات ال 30,175، اللي هي تمثل ال 30,200 الشهيرة اللي الناس كلها بتتكلم عليها. أنا بصورة شخصية يعني وجهة نظري، لا، أنا مستبعد الموضوع ده. فإحنا كده ممكن نبتدي من جلسة النهاردة إن شاء الله اللي معاه كاش. بس يعني إيه، رجاء يعني ما حدش يفرط في المارجن أو الكريدت، بس لغاية ما الدنيا تستقر. امتى هفرض فيه يعني، ودي من القلائل النوادر اللي انا اقولها يعني، لما اعدي ال 31,041 واعظم عليها، ونبتدي نطلع ابقى انا مطمن ان الدنيا مفتوحه والامور كلها الامن مستتب. انما لغايه دلوقتي حاول بس ان احنا ايه نشتغل بفلوسنا قدر المستطاع، او لو عايز تاخد كريدت صغير قوي ممكن تغامر بيه. كويس، لان احنا كده احنا بنعتبر الكلام اللي انا بقوله يعتبر يعني آه، يعني شراء مرتفع المخاطر شويه. كويس، طيب. يبقى احنا السياسه الاساسيه هي احتفاظ. كويس، السياسه المغامره شويه ان انا اشتري الانخفاضات تحسبا او انتظارا ان شاء الله ممكن يبقى اخر يوم للشراء النهارده، لو الانعكاس جه بكره، او بالكتير او بكره
عشان الانعكاس يجي لي ان شاء الله باذن الله تعالى ايجابي. يبقى يوم الاحد بامر الله تعالى ان شاء الله. ندخل على الاسهم بسرعه. مش هنتكلم على اسهم جديده، هنتكلم على الاسهم اللي احنا اتكلمنا عليها. ممكن هضيف بس القلعه في اخر المطاف. احنا نبتدي بالمنتجعات. المنتجعات هي كملت الانفيرتد هيدن شولدرز بتاعها، وطلعت الحقيقة واعتلت مستوى ال6 جنيه بعد طول تجميع، ولكن مع ظهور القوى البيعية مع ظهور القوى البيعية رجعت تاني لمستويات ال5 جنيه 75 قرش. ما زالت مؤشراتها والله مش سيئة، على الرغم من ظهور البياع المباغت ده. كويس، اعتقد ان هي ممكن تجرب تاني حوالين مستويات ال6 جنيه، تشوف هل برضو نديها فرصة تانية لمستويات ال6 جنيه. عامة هي عندها مستويات ال6.9، دي أصبحت مقاومة. أول دعم ليها هيبقى في حدود مستويات ال5.86، يليه مباشرة ال5.72. ممكن نديلها ويت احتفاظ لغاية ما نشوف تعدية مرة تانية لمستويات ال6 جنيه. هندخل على أوراسكوم للفنادق، وهي اللي قلت لحضراتكم إن هي ظهر لها مشتري عند مستويات ال12 جنيه و90 قرش. الدعم الرسمي ليها هيبقى مستويات ال12 جنيه و80 قرش، وأول مستوى مقاومة هيقابلها هو مستويات 13 15. انعكاسها إن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى أتمناه وأتخيله إن هو يكون إيجابي إن شاء الله، وترجع تاني تعتلي مستوى ال13 35. ندخل على بالم هيلز. بالم هيلز أنا كنا بنتكلم فيها إن هي يعني فيها شوية مشاكل زمنية لحين يوم 4 نوفمبر، اللي هو ده هيبقى تاريخ الانعكاس بتاعها. على أي الأحوال هي برضه حوالين مستويات الدعم بتاعتها اللي هي ال5 جنيه و60 قرش، وأول مستوى مقاومة ممكن يقابلها هيكون في حدود ال5 جنيه و90 قرش. اعتلاء ال5 جنيه و90 قرش كأن مفيش أي حاجة حصلت خلال اليومين اللي فاتوا، فممكن نديلها برضه احتفاظ. جي بي كورب المفروض ان انعكاسه ان شاء الله يوم برضو 1 نوفمبر. احنا عندنا الدعم اللي هو واقف عليه تقريبا في حدود مستويات ال14 جنيه 40 قرش، تجاوزها ممكن لغاية ل14 جنيه 35 قرش. شايفه الحقيقة ان هو مازال في منطقة شراء محتملة. تاريخ الانعكاس او شرط الانعكاس بإيجابية ان هو يرجع تاني خلال الجلستين اللي فاضلين في الشهر دول، ان هو يرجع تاني فوق مستويات ال14 74 ويكمل فوقيها ان شاء الله، مع اعتبار طبعا مستويات ال15 جنيه و20 قرش دي مستويات المقاومة. طلعت مصطفى مستنيه برضو حاجة من اتنين يعني. وده يعني أغلب ظني يعني إن هو بيمهد لحاجة ما. دعمه النهاردة هيبقى في حدود ال58 72، وأول مقاومة ليها تبقى في حدود ال60 48. اعتلاء ال60 48 أو ال60 ونص هو ده الفيصل، إن هو كده هيستكمل الانفيرتد هيدن شولدرز بتاعه، ويبقى مستهدفه ال64. دي كده سريعا يعني، معلش برضو عشان التوقيت. دي سريعا وجهة نظري في السوق المصرية مبنية على أسس التحليل المتعارف عليها، على سبيل الاسترشاد وليس على سبيل التوجيه ودون أدنى مسؤولية. تحياتي ودمتم سالمين. محمد جبر.